ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده مع بعض الابل هوت سايدر او عصير التفاح السخن، واحد من اشهر المشروبات اللي هتلاقوها موجوده على كل منيوهات الكافيهات طول فتره الشتاء. ولو في اي حد كان عنده تجربه سيئه مع الهوت سايدر يعني زي كده انا فاكره اول مره دقت الهوت سايدر كان من سنين، من كذا سنه يعني. وبجد كان انطباعي عنه سيء للغايه، وده ببساطه لان الهوت سايدر اللي بيتقدم في اغلب الكافيهات بيكون عصير تفاح، غالبا بيكون عصير تفاح محفوظ ما هواش فريش، بيتسخن بس مع عود من القرفة وبس كده. فلو حد كان عنده تجربة سابقة سيئة زي كده يستنى، لأنه أكيد هيغير رأيه في الهوت سايدر بعد الفيديو ده. دي كل الحاجات اللي احنا محتاجينها للوصفة دي. طبعا أول حاجة التفاح طبعا أساسي، استخدموا أي نوع تفاح تحبوه. أنا هنا مستخدمة التفاح اللي هو الأحمر، ممكن تستخدموا التفاح اللي هو الجراني سميث أو الأخضر. ممكن كمان تعملوا ميكس من كذا نوع من أنواع التفاح زي ما تحبوا. للكمية دي 4 تفاحات هستخدم برتقانية واحدة بس، 2 من عصير الليمون، والتوابل بقى الأشهر اللي بيستخدموا معاه القرفة أو القرفة الأعواد، يعني مش القرفة الباودر. في الخليج بيسموها دارسين، وكمان شوية من القرنفل، برضو في الخليج بيسموه مسمار. ولو كان عندكم الستار أنيس أو اليانسون النجمي ممكن كمان تستخدموا واحدة بس. وعموما كمية التوابل دي حاجة ترجع لذوقكم ولقد ايه انتوا بتحبوا طعم التوابل في العصير عندكم. انا هاخد التفاح اقطعه باي طريقة تحبوها، يعني انا هقطعه مربعات صغنطوطة، ممكن تقطعوه الارباع بس مش مشكلة. وانا يعني هقطعه كله على بعضه، التفاح بالقشر بالبذور بكل حاجة، يا دوبك بس هشيل الحتتين الصغنطتين اللي بيبقوا تحت دول وهقطعه كله على بعضه، لان القشر والبذور بتاع التفاح بيكون فيه مادة اسمها البكتين، وهتخلي لي العصير عندي ليه قوام شويه، ما يبقاش سائل كده زي الميه. فعشان كده انا بحب ان انا اقطع التفاح كله على بعضه، يعني ما تشيلوش البذور ولا تقشروا التفاح ولا اي حاجه. نفس الكلام هنعمله بالنسبه للبرتقال، بس هنشيل الجزئين اللي في الطرفين. وقدامكم بقى اختيارين، اما ان انتوا تقطعوا البرتقانه كده كلها على بعضها وتحطوها مع التفاح، او ان انتوا تاخدوا الزيست اللي هو الجزء البرتقاني بس ده بتاع البرتقانه اللي بيكون فيه كل النكهه، كل الزيوت اللي فيها نكهه البرتقان، والجزء الابيض اللي هو بيكون فيه شويه من المرار قشروه خالص تخلصوا منه، وخدوا اللب اللي هو البالب يعني اللي بيكون بتاع البرتقانيه. انا لان ما عنديش مشكله يعني بالنسبه للمراره اللي بتكون في التفاح او في الجزء الابيض ده، فانا هقطعها كلها كده على بعضها، هاخد الزيت طبعا وهقطعها على بعضها وهستخدمها في العصير. ونفس الكلام بالظبط بالنسبه للليمون، اما ان انتوا تقطعوا الليمون كده كله على بعضه، او ان انتوا تاخدوا الزيت واللب بس وتتخلصوا من الجزء الابيض اللي بيكون فيه المراره، حسب انتوا بتتضايقوا من طعم المراره ده او لا. كده قطعنا كل الفاكهه بتاعتنا، ما فاضلش غير التوابل. بالنسبه للكميه دي انا هستخدم عود واحد بس من القرفه، لو بتحبوه اكتر قرفه حطوا اكتر من كده، انا بالنسبه لي عود واحد بس كفايه، وهحط 2 بس من القرنفل او المسمار. للكميه دي هضيف حوالي لتر وربع من الميه، ميه عاديه مش سخنه ولا اي حاجه. والمفروض ان كميه الميه ان هي تكون مغطيه الفاكهه، بس هو الحقيقه ان انتوا مهما حاولتوا ان انتوا تضيفوا ميه عشان تغطوا الفاكهه هتفضل تطفو على الوش. فعلشان تعرفوا ان كميه الميه اللي انتوا ضايفينها كافيه او مناسبه لكميه الفاكهه اللي عندكم، احسن حاجه ان انتوا تضغطوا على الفاكهه كده، وعايزه كميه الميه اللي فوق الفاكهه تكون بس مغطيه الفاكهه بحوالي عقله صباع او 2 سم، كده هتعرفوا ان كميه الميه عندكم كافيه. ما تحطوش ميه كتير قوي قوي، يعني احنا عايزين الطعم يكون مركز عندنا. هرفع الحله عندي على نار تكون يعني عاليه شويه، انا عايزه الفاكهه عندي او الميه تبتدي تغلي عندي في الاول، واول ما تغلي هسيبها تغلي بالمنظر ده على نار قويه، يعني لحوالي 10 دقائق، لغايه ما تلاقوا ان الفاكهه بدات تدبل ولونها يتغير بالشكل ده، والميه بتاعتها بدات يعني يبقى فيها شويه لون بس لسه برضو الى حد ما شفافه. في المرحلة دي ههدي بقى النار على أقل درجة حرارة عندكم، وهغطي الحلة وهسيبها على نار هادية بالشكل ده من 2 ل3 ساعات. وبعد 3 ساعات بصوا هتلاقوا ان كمية المية تقريبا احنا كنا بادئين بلتر وربع، وصلنا تقريبا في الاخر ل 600 مللي، يعني تقريبا كمية المية نزلت للنص،
وكمان اللون بتاع المية اتغير خالص، يعني اللون كان شفاف، اللون بقى بني عامل زي الكراميل كده شوية. كده عندي العصير جاهز، هنرفعه من على النار. انا سبته بس يهدى شويه لانه كان سخن جدا جدا طبعا، ومش هقدر اصفيه على طول، فسبته بس هدي شويه حوالي 10 دقايق. وبعدين هجيبه بقى مصفى، يا ريت يكون عليها كمان اللي هو الشاش اللي هو بنصفي عليه الجبن والحاجات اللي زي كده، وصفوا عليها العصير، اضغطوا كده شويه يعني، وعصروها كمان، نزلوا اكبر كميه تقدروا عليها من العصير لغايه ما تلاقوا ان خلاص يعني مش متبقي عندكم في الشاشه دي غير الفايبر والالياف بتاعت الفاكهه بس. وانا بحب ان انا احلي العصير في الاخر مش في الاول. طبعا في ناس بتحط السكر في الاول مع الفاكهه كلها، بس انا بحب ان انا احليها في الاخر، لان انا ما ببقاش عارفه كميه السائل او العصير اللي هتتبقى عندي قد ايه، فانا بفضل ان انا استنى لما اصفي العصير واعرف كميته قد ايه ادوقه كمان، لان نسبه السكر اللي انتوا هتحطوها هتعتمد اكتر على نوع التفاح اللي انتوا مستخدمينه، لان زي ما قلت لكم لو مثلا مستخدمين الجراني سميث او التفاح الاخضر ده بيكون نسبه الحموضه فيه عاليه قوي، فممكن تستخدموا يعني تحتاجوا كميه سكر اكتر. انا بالنسبه لنوع التفاح اللي انا مستخدماه كان معلقتين كبار من السكر البني كان كافيين تماما. انا بفضل كمان السكر البني مش الابيض، لانه هيدي لون حلو وهيدي طعم زي الكراميل كده شويه، لكن لو مش موجود مفيش مشكله، استخدموا السكر الابيض عادي جدا. فدايما دوقوا وانتوا حددوا كميه السكر اللي انتوا محتاجينها. وبس كده العصير كده عندنا جاهز. هو غالبا بيتقدم في كوبايات يعني او مجات بتكون شفافه ومعود من القرفه، وبس كده خلاص يعني. وهو كده يعني لوحده زي القمر، مش محتاج اي حاجه. بس انا هقول لكم على الاضافات اللي انا بفضلها لو حابين ان انتوا كمان تجربوها. انا مثلا بحب ان انا اضيف عليه شويه من خل التفاح، بس طبعا لو استخدمتوا خل التفاح اتاكدوا ان انتوا مفيش اي مشكله لا قدر الله في المعده او كده، لان ساعتها ما ينفعش ان انتوا تستخدموه. هتعرفوا ان هو خل التفاح طبيعي، اولا هيكون مكتوب عليه نفس الكلام ده بالظبط، هتلاقوا مكتوب عليه organic raw unfiltered unpasteurized with mother، يعني ما تتخضوش من الكلام الملعبك ده. هو كل الموضوع ان هو عضوي unfiltered يعني مش مصفى، with mother لان هو انتوا لو بصيتوا على الخل هتلاقوا ان هو معكر شويه، مش هتلاقوه صافي كده زي الميه، هتلاقوا ان فيه شويه كده من الفايبرز والالياف بتاعه التفاح من تحت كده، هتعرفوا ان هو طبيعي وطبعا ما بيكونش مبستر. يعني ده احسن نوعيه خل تقدروا تستخدموها لو حبيتوا ان انتوا تستخدموا خل التفاح. وانا استخدمت معلقه واحده بس صغنطوطه من خل التفاح. تاني اوبشن هو ان انتوا ممكن تستخدموا بديل خل التفاح عصير الليمون الفريش، طعمه كويس، بس انا بالنسبه لي بفضل خل التفاح لو كان متوفر عندكم. انا طعمه بالنسبه لي بحبه اكتر، وخصوصا لو كان نوعيه التفاح اللي انتوا مستخدمينها نسبه الحموضه فيها مش كافيه، فممكن تعادلوها باضافه الخل او الليمون. فبجد جربوا الهوت سايدر تعملوه بايديكم في البيت، يعني الفواكه دي اغلبها متوفره طول فتره الشتاء، وهو حلو جدا جدا طول فترة الشتاء للبرد ونزلات البرد، فبجد جربوه. ده كانت وصفتنا النهاردة، عملنا الابل هوت سايدر، جربوه واتمنى ان هو يعجبكم، ولو عجبكم اكتبوا لي رأيكم في الكومنتس تحت، وميرسي لكم كلكم، واشوفكم في فيديو جديد.